بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسمي بالرحمن ونحط لايك واشتراك، وتعالوا كده معانا في الفيديو الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنخبز العيش الغله الفلاحي البلدي النهارده، بس مطلوب في الفرن البلدي يا جماعه. ده اوردر مطلوب مننا النهارده، العيش الغله الفلاحي البلدي، واللي موصيه يتخبز في الفرن البلدي. هي جربته قبل كده من ايدينا في الفرن البلدي، وهي عايزاه برضو من الفرن البلدي. بتقول لا كفايه الريحه وكفايه الطعم يا سهير. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضره النبي. ربنا يعينك انت وامك ويجويك يا رب، وكلنا نقف جنبك يا سهير بعد ربنا طبعا، وربنا يرضيكوا ويسترها معاكم يا بنتي انت وامك. قلت لها ربنا يخليك يا رب. كفايه دعوها الحلوه لنا يا جماعه والله، وربنا يرضيها في عيالها وفي طريقها وفي صحتها، وربنا يخليها لنا يا رب. هي اتصلت علينا بالليل وجات: يا سور والنبي انا عايزه حبه عيش الغله الفلاح البلدي. قلت لها حاضر من عينينا الاتنين. بعتت لنا طبعا وعرفتنا اللي هي عايزاها الساعه كام وامتى بالظبط. قلت لها حاضر قبل الميعاد اللي انت طالباه، عشان هي بصراحه هي مسافره، هي واخده العيش ده ومسافره النهارده يا جماعه. والحمد لله زي ما هي طلبتها وطلبت العيش يروح هناك الساعه كام وامتى، كانوا واصل بصراحه في الميعاد مظبوط. وصل في الميعاد مظبوط 100%. جات لي ربنا يخليك يا رب. قلت لها ربنا يصلح حالك يا رب، واي حاجه انت عايزاها من عينينا الاتنين. قالت انا جربت من ايدكم العيش الغله قبل كده، والفطير والمعمر والحاجات الجميله يا سور والجرس. وفضلت بقى ايه، كل ما اودي لها حاجه تفتكر اللي هي خدته. قلت لها اللي انت عايزاه، انت عايزه اي حاجه مهما كانت اتصلي بس وقولي يا سور انا عايزه كذا، ومالكيش دعوه باي حاجه خالص. واحلى عيش يا جماعه النهارده. اهو تعملي المية، تنخلي الدقيق وتحطي الملح في حبة مية، وتروحي جاية عاملاه حطي على العجين. والخميرة عايزة تدوبان في المية تدوبان، تحطها كده تحطيه براحتك يعني. تروحي جاية بقى عجنة اهو عادي زي ما انت بتعجني، زي ما انت شايفاني كده. تحطي مية وتدوب الدقيق وتعجني كده. بعد كده بقى تفم المية دي وهتطبخ خلاص. بالصلاة على النبي أهم. ولو انت فرحية علمك تحط بعد قدام الفرن، هنا ينصر فلسطين ويحوش عنهم الأذى دي يا رب. مش كتير عليك يا رب، مش كتير عليك النصر لهم يا رب. انصرهم ربنا مع المقتصر جاب. تنصرهم الأطفال دي يا رب، تجيب حقها، تجيب حقها منهم. عليك خلاص الحق، تجيب حقهم من الظالم. الظالم ما تسكتش عليه يا رب. ربنا ينصر على من يعادينا، ربنا ينصرني وينصر كل واحد مظلوم. تدري يبقى عاوز كمان شوية مية. شوفي لما تلاقيه جالس كده يبقى عايز كمان حبة مية. اللهم صل على النبي. أنا قاعدة بالليل، اللي اتصلت علي وقالت يا حجة أنا عايزك تخبزي لي العيش ده في الفرن البلدي اللي هو بتاع الجاش، تبقى ريحتها حلوة وتبقى حاجة تانية زي شوية السمك كده أهو. قلت لها عيني ليك بيدعموني، ربنا يخليكم ويبارك فيكم. اللهم صل على النبي يا رب، احسن ختامه يا رب. اللهم صل على الحبيب. نبينا فايت عليا وعجيني بين ايديا قال الشهد يا صبيه قبل ان تصلي علي. شهدت فيك تطرح جميع البركه فيك يا عجين الاسلام، يجعلك في الوش جوهره وفي الحنك سكره على كل من يورد عليك. بالصلاه على الحبيب النبي. اشرب شرابك ولم البلد زي ما عزيزي يا عجين الاسلام، يجعلك في الوش جوهره وفي الحنك سكره. اللهم صل على النبي. اهو يا حبايبي كده على العسل اهو. يا عجين الصبي زيد املى الربعي. يا عجين الكسلانة زيد املى الخزانة. دي الكسلانة انما الصبية خيري. اللهم صل على النبي.
شهادتك تزيد تطرح جميع البركة في عجين الإسلام، جعلك في الوش جوهرا في الحلق سكرا على كل من يورد عليه. بدأنا خدنا العجين بعد ما اترفع عند الفرن البلدي الفلاح الجش، نزلنا تحت بقى، قلت لها هنقطع فوق، قالت لا هنقطع العيش تحت، وجبت لها جزاية زيت وشوية مية. طبعا احنا يا جماعة بنقطع العجين ولا بنجرس العجين عامة بزيت ومية. ليه؟ الزيت بيخلي وشه نادي كده وبيبقى طعمه جميل، يعني ايه مش بينشف ولا اي حاجة. جبت لها شوية مية في طبق وجبت لها جزازة الزيت، هي بتحط الكمية اللي هي عايزة، يعني ايه مش تبقى كتير يعني، بس اسم اللي ايه اللي وش الرغيف يبقى يعني ايه ريحة مية عليها وريحة زيت، مش كتير يعني الزيت، حاجات بسيطة. وجبت لها الردة، وطبعا الطبلية الكبيرة ديت يا جماعة بقى ايه انا بستخدمها في اي كمية عجين بتتعجن عندنا. الصواني لو جبت الصواني كتير مش هتكفي، بدل ما اجيب كام صينية وكم مش عارفة ايه، لا حبيت بقى ان انا اجيب الطبلية الطويلة ديت، كنت حطاها في شقة والد اخويا، وجبتها بقى ايه لما لقيت العجين كميته كتيرة قمت جايباها اللي انا ناخد عليها العجين احسن، يتقطع عليها العجين هتبقى يعني واخدة عجين كتير عامة يعني. وجبت لها برضو الصينيتين جنبي، يعني قلت ايه هنجرب ان كانت الطبلية هتاخد العجين كله خير، مش هتاخده كله يبقى ايه نجيب الصينيتين برضو ايه جنبنا كده. المهم بدأنا بالطبلية الأول، أما جات يا سورة لا هاتيها وتعالي، هي خدت كمية كتيرة فعلا بس ما كفتش برضو العجين كتير، العجين كتير بطريقة رهيبة يعني. جات لها الصواني، فرشت لها الصواني كلها، ادي الصينية الكبيرة برضو قطعتها، وادي الصينية الصغيرة. وبدأنا بقى ايه قلت لها يلا مع نفسك كده بقى ايه هنشيل الطبلية ديت ورا شوية ونشيل الصواني، المهم ايه هنظبط المكان عشان نقعد ايه نخبز وكده. وبره يا جماعه بلد جش جايبينها برضو قدام البيت، بس انا ما صورتش وانا بجيب الجش، احنا جبنا جش كتير طلعناه فوق وجبنا البلد ديت برضو ايه. امي جت تطلع هاتي منها، جات لي اطلعي هاتي من على السطح، وقلت لها لا هنجيب من على البلة هنجيب منها من بره نقضي العجين دي، وبعد كده ايه هنعجدها ونطلعها على السطح. بسم الله ما شاء الله. بدأت بقى ان انا ايه فرشت المكان زي ما انتم شايفين كده وبدأت انا وامي بقى الخبيز. بس المشكلة بقى في حاجة واحدة يا جماعة، احنا اتأخرنا شوية في الخبز شوية، انا كل مرة بنخبز من بدري، بس المرة دي عشان الجو حر لقينا بقى ايه الشمس بتسحب علينا، حتى انا صورت الطبلية دي بس في الخبيز ما رضيتش اصور صواني، لقيت المكان ده كله شمس، ما اكدبش عليكم. كليته كان شمس، يا دوبك خلصت الطبليه دي من هنا والشمس اجت من هنا، وقفت بقى التصوير، ما انا مش عارفه اصور والشمس طالعه، هو المكان الفوقاني بس هو اللي معروش فوق الفرن، يعني حاجات بسيطه كده، انما في الاساس كل المكان ده كليته مكشوف. الشمس بدأت تنزل بقى ايه شويه بشويه كده، لما اجت علينا كل انا وامي كنا خلصنا الطبليه وشلتها وبدأت بقى بالصواني. قلت لا خلاص بقى ما مش عارفه اصور، وقفت التصوير على كده، بس جبت حاجه عندنا كده قمت جايه برضو حطها علينا كده من فوق. والمهم ايه مفرش كبير او مشمع كبير حطيناه ودليناه علينا كده، المهم ايه منعنا الشمس بره، لقيت الجو حر اليومين دول بطريقه رهيبه رهيبه رهيبه، ربنا يسترها. انا حاسه بعد الجو ما يبقى حر كده الجو هيشتي حته دين شتويه، ربنا يعدها على خير يا جماعة. ما هو ايه يوم يبرد يوم يبقى حر مش مظبوط، بس بقالنا كام يوم على الطريقة ديت الجو حر بطريقة رهيبة يعني. اجت امي بقت يا سوري يلا نتجدعن بسرعة، احنا اتأخرنا في العجين ونزلنا برضو لقينا الشمس بدأت تسحب علينا، يعني لو احنا عاجنين من بدري زي كل مرة كان زماننا خلصنا بدري والشمس ما جاتش ولا اي حاجة. كنت عايزة اصور برضو واحنا بنخبز الصواني، بس قلت مش مشكلة بقى ايه كفاية الطبلية. ليه الشمس لما بتيجي علينا كاميرا التليفون مش هتنفع التصوير، وقفت على كده شفتوا الشمس اجت على عيش ورا ما هي، قلت لها حاول تخلص الطبلة دي بأي طريقة، شفتوا اهو. وخبزنا احلى عيش في الفرن البلدي الفلاح القش النهارده، كانت ريحة جميلة وريحة تحفة واحلى طعم واحلى حاجة جميلة، بيجعلها بالهنا والعافية لكل اللي ياكل منه.